فلافي وحلوه. فلافي. شايفين؟ ايوه يا معلم. قول يا باشا. تيجي انت مكاني، تعالى مكاني فلافي. وفي طبعا هنخمن زي كل مره هو المحل منين، بس بعد ما ناكل نشوف بقى كويس ولا اي كلام. صح يا استاذ؟ انت مسميك ايه؟ حاج عويس اللي هناك. اما انت ايه؟ ايوه ايه؟ كان افتكر بقى اسمك كان ايه عشان ايه نعرف نناديك. بصوا احنا جايبين ايه، تحس من تحت ان هي بص كلهم لي ساعه موقفهم. بص هو الوقعه والزحلقه دي من الدليفري مش مننا احنا يعني. بص لما قلبتها كده ما نزلتش، ومعموله هناك كله طلقه صوابين. المفروض بقى يبقى الوش كله هو زي ده، يعني الوش يبقى كله بالشكل ده. طبعا هو في انحراف جامد ناحية. شايفين؟ شايف يا اخ عويس؟ انت اسمك ايه؟ حاج درديري. ايوه الحاج درديري والحاج عويس. المهم احنا طبعا انا مش هاكل من دي، عشان انا لو كلت من دي هتلاقي الحاج درديري والحاج عويس نزلوا بالشوم عليا، فاحنا هنقسم ايه في اطباق. صح يا حاج عويس؟ هو الحاجه فشت ليه كده؟ انا دايما لما بشتري من المطعم ده او البراند ده يعني الحاجه بتاعته ما بتبقاش احسن حاجه معايا، اما مع الحاج درديري انت بتحبه، بيحب المطعم ده او البراند ده. وانت يا حاج عويس بتحبه؟ واه واه. طبعا جايبين اطباق عشان نحط. والحاج عويس كان قايل لي افرد الكراميل اللي فوق ده. عشان ايه؟ عشان مش هينفع ناس تاخد وناس ما تاخدش. يا ديني. بص الحاج عويس قام بشومه، حاج درديري. طب بصوا انا هقول لكم حاجه حلوه. انا هسيب لكم الجزء اللي هو سايح نايح هناك ده. بصوا يعني هنا كده ده راح على هناك وده جه على هنا، واحنا مش عارفين دي ايه. بس ايه، انا هسيب لكم الجزء اللي هناك واخد انا الجزء اللي ما فيهوش ده. امين؟ لا نسمع صوتكم كده. حاج درديري موافق؟ ماشي. حاج عويس موافق؟ ايوه موافقين الحمد لله. طب نقرب كده. هو ممكن تجيبوا لي حاجه نعمل بيها نشيل بيها ايش ونوري تاني المشاهدين. والحاج عويس اهو ناطط. لا اللي هي يو نو اي نو بليز نو. بصوا شايفين شكلها حاجه ايه يعني. عاوزين بقى نفهم هي جواها في فوم ولا في ايه دي. انت تعرف مكوناتها حاج عويس دي؟ لا لا شكرا. العفو يا حاج عويس احنا عملنا حاجه. طبعا ان شاء الله اول لما تيجي سيوله هنرفع الكاميرا فوق وننزل الحاج عويس من تحت ونخليه هو اللي يمسك الطبق، بس اول لما يجي سيوله عشان هو مش راضي يشتغل معانا الا بفلوس. يا بتاعت المكرونه البشاميل بس هتبقى هو مش في الحاجات الصغيره ممكن ناخد مش بالظبط موجودة. كلها. لا دي يعني النفس دي مش موجودة. لا اللي هي العصايه اللي فيها البتاع البنفسجي الصغيره دي عارفها اللي هي بتبقى في ماشي. الله ينور. اصل دي هنقسمها تقسيمه الورث صح يا حاج عويس؟ ده حاج عويس لو ما قسمهاش تقسيمه الورث حقيقي. يا مسهل الحال. لا انت قلت تريح. ماشي هاخد دي. بص اهو عشان بس نبقى ايه حق ربنا. عشان يا لهوي ده في قصص ده. هاخد دي عشان ايه الناس هم ياخدوا اللي هناك. مالناش دعوه. بسم الله. اوبا. انتوا شفتوا في ايه ده؟ في رز بلبن. في رز بلبن. طيب كده احنا هنكمل تقسيم بس عشان هنبهدل الدنيا ونرجع تاني. نرجع تاني ان شاء الله. ماشي. بعد ما قسمنا بقى الورث لقينا ايه نصيبنا هو ده. انا خايف اعوج الطبق زياده الاقيه نزل عندكم على حجرك يا حاجه. المهم ايه، طلع ان دوت مكوناته رز بلبن تمام، وده شيء جميل عشان انا بحب الرز بلبن. وفي دي كيكو وفي كراميل، والمفروض في لوز. يعني هو مكتوب يعني المكون اساسا لوز، انا والله ما الاقي غير دي وكم حاجه كده عند الشباب الحاج عويس والحاج درديري. بص والله هي دي اللي جات لي في رزق. المهم ايه،
هنبدا ندوق، يعني نسيب لنا من المنظر خالص، محدش ياخد بالمنظر يا جدعان، الصور اللي هم بيعملوها دي مش حقيقي، مش هي دي اللي هتجيلك. فايه، خليك انت في المكونات، هتطلع حلو ولا لا. بسم الله. حاج درديري، ايه رايك؟ حلو حلو. حلوه؟ حلوه قوي يعني. هو بيحب السكريات والحاجات دي فقشطه. حاج عويس، ايه رايك؟ حلو. حلوه؟ يبقى احنا كده معانا 2 حلو وواحد وسط. يعني انا الصراحه بالنسبه لي انا ماليش في الحلويات جامد، انا احب الفراخ واللحمه وكده، فتقييمي في الحوار ده، وزي ما احنا عارفين ان الاكل اذواق، يعني انا ممكن اقول حاجه جامده جدا جميله جدا وانت تقول لي ان دي جميله جدا ونطلع شبه بعضينا. ارجع عاوز في عالم تاني. طب يا رجاله، ايه رايكم؟ حلو حلو. الرز بلبن ده حلو ومسكر، والكيكه كده فلافي وحلوه. فلافي. شايفين؟ ايوه يا معلم. قول يا باشا، تيجي انت مكاني، تعالى مكاني فلافي. وفي اللي هو زي كده قشطه ولا حاجه طبعا حلو. جميل، في قشطه فعلا. واللي بقى اللي فوق حلو، في انا عندي كراميل. ايوه كراميل حلو. وفي عندي بقى لوز كتير كده. عندك لوز كتير؟ ده حق انا بقى، ده نصيب انا اللوز عندي في البرارة. وانت ايه اللي عندك يا استاذ عويس؟ نفس كده. نفس الكلام ده؟ هو كتوتال حلو فعلا. طعم القشطه باين، كراميل طعمه حلو، الرز خفيف، الرز بلبن جميل، مش مسكر جامد اللي هو يحسسك ان انت، عشان ما بحبش السكر اساسا. انا اديله اخر واحد بقى، انت تديله كام يا استاذ درديري؟ اديله كل حاجه فيه حلوه. هديله 9.5 من 10. 9.5 من 10. وانت يا حاج عويس؟ 8.5. 8.5 من 10. وانا الرز تقيل شويه. عشان ايه؟ الرز تقيل شويه. الرز تقيل عند الحاج عويس، الرز تقيل عند استاذ دردير، الرز تمام. تمام. عندنا الرز تمام، بس القصه كلها بالنسبه لي انا اديها يعني عشان ماليش في الحلويات جامد، اديها 7.5. ليه؟ عشان انا ماليش في يعني انا لو كلت الرز بلبن بس هدي له 9.5. اما القصه كلها هو يعني المكون اساسا المفروض فيه لوز، فطلع لواحد فيه لوز، عندك فيه لوز واحنا ما عندناش لوز، هما اللي خدوا اللوز، فيبقى كده اسم المنتج هنقوله، يعني اسم البراند هنقوله طالما طلع حلو وعجبنا. الحاجه اللي هو مش عجبانا ووحش مش هنقولها، تمام؟ عشان دي ارزاق واذواق، اما طالما عجبنا كده يبقى نقول يا عم درديري، نقول يا عم عباس، نقول نتوكل على الله ونقول ده بلبن تمام. هو اسمه لوز اللوز. لوز اللوز ده راح للاخ الدرديري وعويس، ما جالناش احنا اللوز اللوز ده. بصوا اساسا الصوره هنا، بصوا الصوره متغرقه لوز، فانا هخش ادور في الثلاجه كده على حبه لوز ولا حاجه واشوف طعمه باللوز ايه. فده لوز اللوز، ده لوز اللوز تمام. وان شاء الله نبقى نشوف لهم منتج عنب العنب ويبقى ده لوز اللوز وعنب العنب. حلو اللوز اللوز. انت ليه بقى عملت تقييم 7.5؟ انا ليه عملت تقييم 7.5؟ عشان انا اساسا بحب الحاجه لوحدها، يعني لو رز بلبن احب الرز بلبن لوحده، مثلا لو عليه زبيب بقى وحبه جوز الهند وعارف انت المكسرات البسيطه، لوز اللوز كده من فوق يبقى جميل جدا. اما يبقى فيه كيكه وكراميل وطعمه مش باين قوي كده، لا. انا 9.5 نقصت نص عشان كل حاجه حلوه فيه، بس حاطين دليفري، حاطين نص هنا في حاجه وهنا في نص حاجه. الراجل معلم درديري بيفهم، نقص نص عشان الدليفري جايبه عامل زي القنبله بتاعت مصر اللي هي مقلوبه كله في بعضه، بس ده عامله بقى ايه يعني، جايب نصه في حته والنص التاني في حته فينقص نص. الراجل ده بيقيم بتوع الدليفري كمان. خلي بالكم من عم درديري. حاج عاوز يقول حاجه؟ حاج عاوز مشغول. انت بتاكل ولا مشغول في ايه؟ مشغول في ايه؟ هيكون في ايه؟ هيكون في ايه يعني؟ ناقل الكلام كده احنا ادينا كده بالصلاه على النبي كتقييم متوسط 8 تمام.
فحلو بلبن 8 يا عم في قرية العين. تمام. فحلو يعني بقى يعني ماشي. الله ينور يا عم بلبن، ومشرفنا في العين يا ما كده، عامل واجب حلو في العين. مشرفنا. الله ينور. حلو، بس خلوا بتوع الدليفري يعني، او حط لهم يعني ثوابت كده عشان تفضل ما تدينيش شمال ويمين، عشان المكونات ما تتلعبكش ببعضها، عشان انا ما اكلتش لوز يعني. هو اسمه لوز اللوز يا عم الحاج. خلاص، حد عاوز يقول حاجه؟ لا لا. الله ينور.